في الفيديو ده هقول لك 12 علامة تقدر تكتشف بيهم إذا كان الموظف أو الشخص اللي موجود في شركتك أداؤه عالي ولا متواضع. وبرضه الفيديو ده هيكون مفيد للناس اللي ما عندهاش شركة أو مؤسسة أو مش مسؤولة عن شركة أو مؤسسة، بحيث إن هو هيكون فرصة كويسة جدا علشان تعرف مستوى الأداء بتاعك. يلا بينا نبدأ في فيديو النهاردة. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. انا سمير حنفي وانت دلوقتي بتتفرج على سلسله كلام في البيزنس، وتقدر كمان تشوف فيديوهات كتير ليها علاقه بتنميه وتطوير الذات، وفيديوهات كتير ليها علاقه بالصحه النفسيه في القناه هنا. وعلشان كده تقدر ان انت تشترك في القناه عشان تقدر ان انت تتابعنا اول باول. ال 12 علامه اللي هتكلم عليهم النهارده مش بيتم قياسهم، ولكن بتقدر ان انت تلاحظهم في الموظف او الشخص اللي موجود في الشركه او مكان العمل بتاعك. اول العلامات دي هو ان الشخص يكون بيركز على التاثير الفعلي لعمله، ومش بيركز بس على تحقيق مؤشرات الاداء. يعني ايه الكلام ده؟ نفترض مثلا ان انت محدد تارجت معين للشركه بتاعتك، واللي كان عباره عن ان كل موظف المفروض يبيع 100 قطعه من المنتج بتاعك خلال الشهر. فهنلاقي بعض الموظفين اللي عندك قدر ان هو يحقق التارجت ده، ولكن بطريقه سابت اثر او انطباع ايجابي عند العملاء اللي هو باع لهم المنتج بتاعك. فالاثر ده اكيد هيتسبب في ان هو يجيب العملاء دول مره ثانيه، او يجيب عملاء غيرهم مختلفين، ولكن من خلالهم او من خلال الاثر او الانطباع او الصوره الذهنيه اللي اتكونت عندهم بسبب تركيز الموظف بتاعك على التاثير الفعلي وهو بيقدم المنتج. وعلى الجانب الثاني هتلاقي بعض الموظفين قدر ان هو يحقق التارجت ده، ولكن بطريقه ممكن ما تكونش ثابت اثر اصلا، او بطريقه ممكن تكون ثابت اثر سلبي، وده برضه هيأثر على شركتك او مشروعك وعلى الصوره الذهنيه اللي اتكونت عند العملاء بتوعك اللي اتعاملوا مع الموظف ده. اظن كده الصوره وضحت ان تركيز الموظف او الشخص اللي موجود في مكان عملك على التأثير الفعلي ومش بس التركيز على مؤشرات الاداء او التارجت، دي علامه او مؤشر ان الموظف ده اداؤه متميز. العلامه الثانيه وهي ان الشخص ده يكون مش بيضيع وقته في الشكوى وبيبحث سريعا عن الحلول. اكيد طبعا كلنا عارفين الناس الشكايه، الشخص اللي بتلاقيه مهتم اكتر بمش عارف فلان قال ايه وعلان عمل ايه، وبتلاقي الشخص ده دايما معاه مشاكل، وتحس ان الشخص ده ما يقدرش ان هو يقعد يومين او 3 من غير ما يدخل لك بمشكله. طبعا كلامي مش داعي ان الموظف بتاعك ما يشتكيش، او مش معناه ان الشخص اللي بيشتكي يعتبر حاجه مش كويسه، لان في حاجات كتير بتستحق الشكوى فعلا. وانت كشخص مسؤول عن العمل او كشخص مدير مهم جدا انت تحل المشكله اللي جايه لك من الشخص ده، خصوصا لو الشخص ده مميز عندك في الشركه او في مكان العمل، علشان ما تتسببش في مشكله تانية او علشان ما تخسرش اداء الشخص المتميز ده. ولكن في حاجات كتير لا تستحق الشكوى، وفي ناس زي ما قلنا بتتميز بان هي تشتكي من الحاجات اللي لا تستحق دي، فبالتالي ده بيكون مؤشر او علامه بان الشخص ده او الموظف ده مش احسن حاجه على مستوى الاداء. العلامه رقم 3 هو ان الشخص يكون بيرفض او ما بيحبش اسلوب الاداره التفصيليه، ويكون بيفضل الاستقلاليه في العمل. وده الشخص اللي ما بيحبش ان هو يعمل عمله او الشغل اللي مطلوب منه وفقا لخطوات متحدده له بالتفصيل، وكمان بيرفض او ما بيحبش اسلوب الرقابه المستمره في كل خطوه. من الاخر كده الشخص ده بيحب ان هو ياخد مساحته وحريته في انجاز المهام بتاعته طالما بيقدر ان هو يحقق النتائج المطلوبه منه. وكمان الشخص ده ممكن يطلع نتائج احسن كمان من المطلوبه منه، لان المساحه او الحريه اللي بياخدها وهو بينجز شغله بتخليه عنده قدره عاليه على الابتكار والابداع. عندي احساس ان انا بتكلم عن حد اعرفه كويس جدا، حد انت شايفه دلوقتي قدامك على الشاشه. العلامة الرابعة وهي ان الشخص ده يكون عنده قدرة على قيادة الآخرين من غير ما يكون عنده منصب رسمي. الدور القيادي مش هتلاقيه عند أي حد، ممكن تلاقي شخص في منصب كبير ولكن ما عندوش الشخصية القيادية أو ما يكونش شخص قيادي، فبالتالي مش هيكون قادر ان هو ياخد قرارات، بالتالي تأثيره هيكون سلبي على الموظفين وقدراته الإدارية هتكون ضعيفة. وبالمناسبة أتذكر مقولة كنت قرأتها قبل كده في كتاب بتقول إن الخطة مهما كانت جيدة لا تستطيع أن تعوض عجز الإدارة الضعيفة، في حين إن الإدارة الجيدة يمكنها تعويض عجز الخطة الضعيفة. فبالتالي سمة القيادة من الحاجات المهمة اللي بتأثر في مستوى أداء الموظفين اللي عندك. العلامة رقم 5 وهي إن الشخص يحمي وقته وطاقته بتركيزه على الحاجات المهمة، وده طبعا علشان تركيزه ده هينعكس بالإيجاب على مستوى أدائه ومستوى العمل ككل. الحاجة رقم 6 وهي إن الشخص ده يعامل الكل بإنصاف أو بحيادية بغض النظر عن المنصب. من الاخر كده ما يبقاش شخص منافق، ما يروحش للمدير او الشخص اللي مسؤول عن الشغل بتاعه ويفضل بقى يعامله معامله خاصه علشان ياخد امتيازات زياده. وعامه النفاق الاداري بيكون ليه اشكال كتير جدا، لو حابين ان احنا نعمل فيديو بالتفصيل عن النفاق الاداري وازاي ان احنا نقدر نتلاشاه داخل المؤسسات او الشركات، يا ريت تقول لنا ده في التعليقات.
وبالمناسبه اعمل لايك للفيديو ده علشان تدعم القناه وعشان تساعد في نشر الفيديو ده لاكبر عدد من الناس. العلامه رقم 7 وهي ان الشخص ده يبعد عن الاحاديث السلبيه والقيل والقال، ما يكونش مهتم بفلان مش عارف قال ايه وعلان مش عارف عمل ايه ونقل الكلام والاسلوب اللي احنا كلنا عارفينه ده، ويكون مهتم اكتر بالانتاجيه ومستوى الاداء بتاعه. العلامه رقم 8 وهي ان الشخص ده يكون بيتحمل مسؤوليه اخطائه، ومش بس كده، لا ده كمان بيتواضع اثناء نجاحه. عايز اقول لك بعض الناس بتتميز بان هي لو عملت ابسط الاشياء حرفيا، يعني لو نقل مثلا فنجان القهوه ده من هنا لهنا، يقعد بقى يحتفل ويقعد يتكلم ويعيد ويزيد في مدى الانجاز اللي هو عمله ده، في حين ان ممكن تلاقي ناس كتير بتعمل اكتر منه واكفأ منه كمان في الشغل ولكن ما بتعملش اللي هو بيعمله. وبرده الشخص الاول بمجرد ما يعمل مشكله او بمجرد ما يخطأ في الشغل بتلاقيه بقى يقعد يصيح ويقعد يتهرب منها وما يبقاش حابب ان هو يعترف بيها، في حين ان الشخص التاني تلاقيه عنده مسؤوليه تجاه الاخطاء اللي هو بيعملها ودايما بيواجهها بنفسه وبيتعلم منها باستمرار. وبعيدا عن فكره التسويق الذاتي لنفسك وابراز العمل باحترافيه، ولكن التواضع اثناء النجاح وبرضه تحمل مسؤوليه الاخطاء لما تحصل دي تعتبر من علامات او مؤشرات فعاليه الاداء للموظفين. العلامه رقم 9 وهي الحرص على تعلم اشياء جديده باستمرار. خلينا نقول ان دي من سمات الناس الناجحه عموما، مش بس علامه او مؤشر على فعاليه اداء الموظف. دايما الناس الناجحه بتلاقيها بتتعلم حاجات جديده باستمرار وما عندهاش سقف للنجاح، ودايما اللحظه اللي بتحس فيها انك خلاص بقيت في الكومفورت زون ومش محتاج ان انت تتعلم او انك تطور من نفسك تاني، دي بتكون لحظه نزول المستوى بتاعك. العلامه رقم 10 وهي ان الشخص ده يكون منفتح على الافكار والفرص الجديده، والعلامه دي مرتبطه بالعلامه اللي قبلها، يعني لو لقيت شخص عنده علامه من الاثنين ففي احتماليه كبيره ان يكون عنده العلامه الثانيه، والاثنين يعتبروا علامه او مؤشر على ارتفاع مستوى الاداء. العلامه رقم 11 وهي ان الشخص ده يكون بيدعم زملائه وبيحتفل بانجازاتهم، وعامه بتلاقيه محبوب من الناس كلها في مكان شغله، ده لو بيئه العمل سليمه. انما لو بيئه العمل مش كويسه بتلاقي الشخص ده اللي هو مستوى اداؤه عالي مكروه من الناس كلها. واتذكر برضو جمله في نفس الكتاب اللي قلنا عليه في بدايه الفيديو واللي بتقول ان القاده لا يستطيعون جعل احد يحبهم، ولكن كل ما يستطيعون فعله هو جعل انفسهم محبوبين. العلامه رقم 12 واللي بتدل على ان الموظف او الشخص ده بيستمتع بمستوى عالي في الاداء، وهي ان الشخص ده يكون بيستمع بتركيز قبل ما يتكلم. ودي ممكن تظهر اكتر في الاجتماعات، دايما الشخص اللي بيسارع ان هو يتكلم من غير ما يسمع لاراء الناس اللي حواليه او من غير ما يفهم المشكله كويس او من غير ما يعرف الحاجه اللي هيتكلم فيها دي ويشوف وجهات النظر اللي حواليه، غالبا بيكون شخص مش فاهم حاجه. ودايما بتلاقي الشخص اللي بيستمع لكل الناس اللي حواليه وبعدين يبدا هو اللي يتكلم غالبا بيكون شخص فاهم. وعلشان كده بنقول ان المدير الجيد هو اللي بيسمع لاراء كل الناس اللي حواليه وبعدين يبدا هو يتكلم او يبدا يقول رايه علشان ما يقولش او ما يتكلمش في حاجه غلط والناس تعدل عليه. وبكده عرفنا في فيديو النهارده 12 علامه او مؤشر للموظف عالي الاداء، واللي اول علامه كانت ان الشخص ده يركز على التاثير الفعلي لعمله مش بس على تحقيق مؤشرات الاداء. العلامه الثانيه وهي ان الشخص ده مش بيضيع وقته في الشكوى ولكن بيبحث بسرعه عن الحلول. العلامه الثالثه وهي ان الشخص ده بيرفض او ما بيحبش الاداره التفصيليه وبيفضل الاستقلاليه في العمل. العلامه الرابعه وهي ان الشخص ده عنده قدره على قياده الاخرين من غير ما يحتاج لمنصب رسمي. العلامه الخامسه وهي ان الشخص ده بيحمي وقته وطاقته بتركيزه على الامور المهمه. العلامه السادسه وهي انه بيعامل الكل بانصاف بغض النظر عن المنصب. العلامه السابعه لا ينخرط في الاحاديث السلبيه والقيل والقال. العلامه رقم 8 وهي انه بيتحمل مسؤوليه اخطائه وبيتواضع اثناء النجاح. العلامه رقم 9 وهي انه بيحرص على تعلم اشياء جديده باستمرار. العلامه رقم 10 واللي قلنا مرتبطه بالعلامه رقم 9 وهي انه يكون منفتح على الافكار والفرص الجديده. العلامه رقم 11 وهي ان يدعم زملائه ويحتفل باي انجاز ليهم. واخر علامه وهي ان الشخص ده يستمع بتركيز قبل ما يتكلم. وده كده كان فيديو النهارده، متنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك وتشوف الفيديوهات اللي هتظهر لك على الشاشه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.